السلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن حال يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مهمه الكبيدات ديالي، جيتكم فيديو جديد، فيديو مختلف على جميع الفيديوهات، فيديو اختي ديال المشتريات. المهم الحباب ديالي، هاد المشتريات قديتهم البارح، وبالحكم اني ما عنديش الاضاءه مزيان في البيت قلت حتى اليوم بنهار بعدا كتكون شويه التصوير، يعني كيكون شويه الاضاءه مزيانه، بالليل ما كتكونش الاضاءه مزيان. هادشي اللي كاين الحباب ديالي. المهم اختي خديت داكشي اللي قديت عليه خديته، بالحكم انني مقبله على الولاده ان شاء الله. بديت كنوجد في راسي كل مره كناخذ حويجه من داك الحوايج اللي خاصيني، وكناخذ داكشي يعني المهم والحاجه اللي ضروريه اللي غنحتاجها هي اللي خديتها البنات. كل مره كناخذ حاجه. البارح خديت حويجات، ومره اخرى ان شاء الله ناخذ حويجات اخرين. المهم راني بديت في التحضيرات، بزاف ديال الحوايج اللي زدتهم في الدار ديالي، غير باقا ما شاركتهمش معكم، حتى يجي الوقت المناسب ان شاء الله ونبارطاجي معكم كلشي. ندوزو للمشتريات ديالنا. اول حاجه غنبدا بها يا خوتي هي هاد الكريطينه هادي. اشنو فيها؟ كيسان اختي ديال اتاي باش نستقبل ضيافي والناس العزاز اللي غيجيو عندي. ها انتم اخوتي، خديت هاد الشكل هذا ديال الكيسان، صراحه زوين وغزال. راني غندور الكاميرا ونوريهم لكم عن قرب باش يبانوا لكم مزيان. ها انتم الحباب ديالي. المهم هادو الثمن ديالهم زوين وما غالينش بزاف، وفي متناول الجميع، يقدر يشريهم اي واحد. ها انتم مازال ان شاء الله اخوتي غنزيد باكيه وحده اخرى، لحقاش هاد الولاده راه مختلفه على الولاده الاولى ما كنت كنعرف حتى شي واحد، يعني جاو عندي غير العائله المقربين هما اللي جاو عندي، والعائله اللي ساكنين حدايا، ماشي العائله اللي بعاد مني. وهنا خوتي خديت لاناب ديال الطبله للصالون. صراحه خوتي كنت متشوقه ناخذ هاد الشكل هذا. المهم كاين اشكال صراحه. ملي دخلت عند مول المحل اللي عنده هادشي ديال ليناب ديال الطبله، عنده الريدوات، عنده بزاف ديال الحوايج، داكشي ديال البلاطوات، داكشي تيحمق. ولكن اخوتي خاص عمر كيف ما كيقولوا الفلوس هي اللي كتهضر. المهم انا فما كنجمع شويه ديال الفلوس كندير بها شي حاجه وصافي. راكم عارفين بالاخص دابا راني مقبله على الولاده ان شاء الله. الله يفك وحيلي وفك وحيل كل اخت مقبله على الولاده، والله يرزق كل اخت محرومه بالذريه الصالحه ان شاء الله يا ربي. نبداو على بركه الله في هاد لاناب اختي الغزال. غنجربو حتى هو على الطبله وغدا نشاركو معاكم. المهم هادو راه معروفين اخوتي، كاين سامبل وكاين هادو اللي فيهم هاد الشكل هذا، يعني راه كاينين اشكال. المهم انا جربته على الطبله، راني صورت لكم واحد القيطه البارح بالليل، حيت عندي الكاميرا القداميه فيها الفلاش، يعني صورت لكم دوك اللقطات وصافي. ها انتوما صراحه جا غزال البنات. المهم راكم غتشوفوه في الاخر الفيديو. مقاد فوق من الطبله خديت هذا التحتاني. المهم معليش هذا التشاكيكات ديالو ها انتوما. وعنده ستريبتات اخوتي 8 الحبات. المهم راني قاديته فوق من الطبله وشاركته معاكم، وسمحوا لي اخوتي على هذا الصداع وداكشي. ها انتوما في يعني 8 تبارك الله، راه يعني جاو في الطبله هما هادوك. وخديت هذا الفوقاني اللي صراحه حمقني وجا غزال. هانتوما الحباب ديالي، هذه هي الواجهه ديالو، راه ماشي فيه البريو خوتي ولا شي حاجه. هانتوما ما عرفتش انا كيفاش نشرح لكم. هانتوما انا نوري لكم فيه هاد الشوشات في الجناب. هانتوما هذا اللي كيجي فوق من لاناب لتحتاني. هانتوما تبارك الله حتى هو غزال تبارك الله ما شاء الله. المهم وخديت حويجات اخرين اللي حتى هما صراحه ناقصيني وما عنديش في الدار. راه هذا هو المشكل اخوتي ديالنا، خاصنا كل مره فيما تخصنا شي حاجه خاصنا ناخذوها، يعني باش ماشي حتى تجيك شي مناسبه ولا شي حاجه عاد تبدي تفكري هذه خاصني، هذه ما عنديش، هذه خصني نديرها، يعني كلشي كيجيك في دقه شويه صعيبه. المهم اخوتي خديت فيطات ما عنديش. هانتوما يعني ماشي ما عنديش، عندي تقريبا شي وحدين يعني ما غادينش يكفيو، يعني شي جويجات بحال هكا. وزدت جوجات وحدين اخرين، وحده عندي كبيره ووحده صغيره. المهم خديت هاد الجوج هادو، فيه هاد الزرق وفيهم هاد الطريزات بحال هكا.
هانتوما يعني مويان ماشي كبار على حساب المسيح ولا شي حاجه. خديت هذا اللون وخديت الحباب ديالي هذا اللون الكرونه صراحه عجبني. المهم لقيت عنده يعني 3 اللي بقاو في هذا الطاي هذه. المهم 3 خديت غير جوجات، وحده في الغوز راه ما كتصبرش نهائيا الوسخ راكم عارفين. خاصني زيوفه ديال الكيسان انا عندي الصراحه، ولكن يعني قدامين عندي شي 3 ولا 4 هكاك، وعندي جوج كبار بزاف. المهم ها نتوما زدت جويجات. هاد اللوين هادو من دوك الكاليتي الزوينه خوتي، ماشي من دوك الكاليتي اللي عيانين. ها نتوما يعني هادو كاليتي زوينه، لا هما لا الفوطات البنات. وخديت هذه شويه حتى هي كبيره، كبر من هاد ديال اللي في البيستاج. المهم الماعن بحال هكا راكم عارفين كتكون شي مناسبه ضروري كتحتاجي المعينات، ضروري كتحتاجي بحال هكا هاد الحويجات هادو. وبالنسبه خوتي البلاستيك غنشارك معكم حتى الحويجات اللي خديت ديال البلاستيك. خديت هاد جوج بانيوات هادو حتى هما كيتحتاجوا بالنسبه لغسيل الدجاج، بزاف ديال الحوايج للديسير الخضره يعني تغسلي فيهم ماشي ديري بهم شي حاجه اخرى. المهم لقيت غير هاد اللون واللون الغوز، انا اللون الغوز عندي قلت غناخذ الكري، خديتهم بجوج في الكري. وخديت هاد البواطات اخوتي كنحتاجهم حتى هما، ومازال غادي نزيد بواطات اخرين كبر من هادو شويه، ونزيد حتى دوك الصغار راه كيتحتاجوا. المهم انا اللي خديتها غادي نبارطاجيها معكم اخوتي. وخديت منظمات اختي ديال الثلاجه اللي كانوا من الضروريات، هما الاولويات اللي كانوا خاصيني. خديت هاد الشكل هذا، راه كلشي تياخذ هاد الشكل هذا، كاينين في اللوان كاينين في البيستاج كاينين في الماغو كاينين في البيض. انا اضطريت ناخذ البيض اختي. ها نتوما المهم راه هما زوينين البنات وعمليين، حتى الا ما كفاتكش وحده تقدري ديري وحده اخرى ماشي مشكل. ها نتوما تبارك الله كيجيو زوينين حدا بعضياتهم بحال هكا، ويعني طبقه وحده كتقدر تهزلك جوج شبيكات بحال هكا. انا عندي شبيكات اخرين ولكن صراحه ما بقوش عجبوني لحقاش كبار وكيشدوا لي سباز، داكشي علاش قلت ضروري خصني ناخذ وحدين صغارين بحال هكا. المهم الكبيدات ديالي هادو هما المشتريات اللي خديت. المهم كل مره كناخذ حاجه وصافي ماشي كل نهار يعني. دابا يلا بديت كنوجد في داكشي اللي خاصني. بالنسبه للصالون الطليمطات ديالو راه وجدوا شحال هادي، غير باقا ما شاركتهمش معكم. غنشاركهم معكم ان شاء الله مني غنفرشهم غادي نشاركهم معكم، غنوريكم الشكل النهائي ديال الصالون كيفاش جا. طليمطات اللي رخاص وبساط اخوتي. المهم طلعوا زويونين وجاو في الصالون ديالي هائلين الصراحه، راني جربتهم وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للبيت الجلوس اخوتي حتى هو راه يعني حتى هو راه وجدت له الطليمطات ديالو. بالنسبه للصالون غناخذ لي موكيت حتى هو، وسميتو البيت الجلوس فضلت انني ندير الحصيره. ما يعني قلت نجيب داك الموكيت اللي في الصالون نفرشو في بيت الجلوس، سمحوا لي ولكن ما غيصلحش لي داكشي علاش ما ديوش على هاد الروينه اللي مورايا، لحقاش راني حيدت هاد المخاد صبنتهم باش ان شاء الله غنبدا نصبغ هاد الايامات، غنصبغ الدار وغنفرش التفريشه اللي كانت عندي في الاول حتى يقرب الموعد الولاده ان شاء الله، ونفرش دويرتي كيف ما بغيت بالطليمطات جداد اللي خيطتهم على شهوتي وعلى الذوق ديالي. هذا ما هانتوما الحباب ديالي دابا غنوريكم عن قرب. هانتوما الكيسان، هانتوما اخوتي واخا الفيديو غيجيكم شويه طويل اكثر من داك الوقت اللي مولفه كندير. هانتوما بالنسبه للعناب هانتوما دابا عاد باين على الحقيقه ديالو. هانتوما هادو السريبتات ديالو، هذا الفوقاني اللي كيجي على الفوق فوق العناب. هانتوما اخوتي هنا راه وقيلا يمكن مقلوب. هانتوما كيفاش كيجي. بالنسبه للسرعبات والفيطات حتى هما بانوا عليها وضوح. هانتوما الحباب ديالي دابا غادي نخليكم مع الفيديو باش اختي نبارطاجي معكم لاناب فوق الطبله. هانتوما اخوتي لاناب كيفاش جا فوق من الطبله، غنوريكم غير هاد الشبيكه ديالو الفوقانيه. هانتوما كيفاش جات. هانتوما المهم مازال غناخذ ليه داك قلع اللي كيكون بري وتا هو زوين كيجي فوق من لاناب بلا هاد الشبكه هذا. هانتوما
هانتوما خوتي كيفاش قاديت الطبيله فوق من دوك السريبتات ديالها بحال هكا تيجي المنظر غزال. هانتوما خوتي المهم هذا هو الديكور ديالها. المهم خاصها بلاستيك ضروري. ايوا هادشي اللي كاين الحباب ديالي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وشي تعليق تحفيزي، وتهلاو ليا في روسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.